حكايتنا بتبدأ مع سام وهو في جنازة مراته، وده بعد ما توفت بمرض السرطان. وبنشوف إن سام مش قادر يتخطى موتها، وإن سلوكه اتغير وبقى منعزل عن كل اللي حواليه، فبيقولوا صاحبه على دكتور نفسي كويس على أمل إنه يساعده. وبيتعصب سام وبيوري لزميله كروت كتير لدكاترة نفسيين، وبيقوله إن كل اللي حواليه بيرشحوا له الدكاترة دي علشان يتحسن، لكن محدش فيهم حاسس ولا فاهم اللي هو حاسس بيه، وإنه مش قادر يتخطى موت مراته، وإن الحل الوحيد إنه يسافر ويعيش في مدينة تانية ممكن وقتها يقدر يتخطى اللي حصل له. وبيعرفوا إنه هيسافر لمدينة سياتل. وبتعدي سنة ونص وبنروح لولاية بالتايمر، وبنشوف أنا وهي رايحة مع حبيبها وولتر لحفلة الكريسماس في بيت أهلها، وبيبقوا مقررين إنهم يعلنوا خطوبتهم النهاردة. وفعلا بتعرف أنا وولتر على أهلها، واللي بيفرحوا جدا بخبر خطوبتهم. وبيكون والتر عنده حساسية من كل أنواع الأكل تقريبا، وبتبارك لها مامتها وبتاخد أنا لأوضتها وبتهديها فستان فرحها، وبتقول لها إنه هيبقى حلو عليها. وبعد الحفلة بتخرج أنا علشان تروح مع والتر، لكنها بتنسى حاجة في البيت، فبتطلب من والتر إنه يروح هو، وهي هتحصله بعربيتها علشان ما يتأخرش. وفعلا بتركب أنا عربيتها وبيكون مشغلة الراديو، وبتسمع مداخلة تليفونية على برنامج الراديو من جون ابن سام، وبيقول للمذيعة إنه بيدور لباباه على عروسة، وبتضحك أنا من كلامه. وبيكمل جون كلامه وبيقول لهم إن مامته ماتت من سنة ونص، ومن وقتها وباباه حزين ووحيد، فبتطلب منه المذيعة إنها تكلم سام. وبيدي جون لباباه التليفون، واللي بيتحرج جدا من الموقف اللي حطه فيه ابنه. وبتسأله المذيعة هو ليه رافض يتعرف على حد بعد مراته، فبيقول لها سام إنه مستحيل يلاقي حد زي مراته، لأنها بالنسبة له كانت ما فيهاش عيوب، وإنه لو ارتبط بأي واحدة هيفضل يقارن بينها وبين مراته، وبكده هيبقى بيصدم اللي هيرتبط بيها. وبتتأثر أنا بكلامه وبتكون مش مصدق إن في حد بيحب حد للدرجة دي. وتاني يوم بتفضل أنا تحكي لأصحابها في الشغل عن سام، وبتكون معجبة بيه جدا وبإخلاصه لمراته طول الفترة دي، فبتقول لها زميلتها إن واضح إن هي اللي حبته، لكن أنا بتقول لها إنها بتحب والتر وهيتجوزوا قريب. بس في الحقيقة بيكون أنا فعلا بدأت تحب سام بدون ما تشوفه، لدرجة إنها أثناء حفلة رأس السنة مش بتكون مركزة مع والتر ولا حاسة بيه، لأن سام بيكون شاغلها. وبتبدأ الستات تبعت لسام جوابات عاطفية على بيته، وبيبقى عندهم استعداد إنهم يرتبطوا بيه لو هو وافق. وبيستغرب سام هم عرفوا عنوانه منين، فبيعرفوا جون إنه هو اللي اداه عنوانه للقناة على أمل إنهم يساعدوه. وبيستغرب سام من تفكير ابنه، وبيفهمه إنه ما ينفعش يرتبط بأي واحدة والسلام، وإنه لازم يشوفها ويحبها الأول. وبنروح لأنا، واللي بيبقى سام استحوذ على كل تفكيرها وبتبقى عايزة تقابله بأي شكل. وبنشوف سام وهو راجع من الشغل وبيلاقي ابنه اللي عنده 9 سنين عازم صاحبته على العشاء، فبيحس ان هو السنجل البائس الوحيد. وبيقرر يتصل بجريس، ودي بتكون صديقة قديمة لسام، وبيكون عارف انها معجبة بيه من فترة. وبيوعدها سام علشان يخرجوا سوا، وبتوافق جريس على طول. وبنروح لأنا، واللي بيبقى سام استحوذ على كل تفكيرها، فبتقرر انها تكتب لسام رسالة، لكن بترجع في كلامها وبترمي رسالة قبل ما تبعتها، لانها بكده هتكون خانت والتر. وتاني يوم بيستعد سام لمواعدة جريس، لكن بينادي عليه ابنه قبل ما بينزل وبيديله الرسالة اللي بتكون من أنا. وبيطلب جون من باباه يقراها بصوت عالي، ولما بيقراها سام بيقوله جون إن أنا في بينها وبينه صفات كتيرة مشتركة، وبيحاول يشجع باباه إنه يروح ويقابلها، لكن سام بيعرف جون إن أنا من مدينة بالتايمور وهم في مدينة سياتل، والمسافة ما بينهم كبيرة جدا ومستحيل يتقابلوا. وبيروح سام وبيقابل جريس، لكن بيتصل بيه جون على المطعم وبيطلب منه انهم يحتفلوا بالفالنتاين في نيويورك، لان انا كاتبه انها هتستناهم هناك على سطح فندق شاين. لكن سام بيزعقله وبيقول له ما يتصلش بيه تاني الا لو في حاجه مهمه. وبتعدي الايام وبتتكرر زيارة جريس لبيت سام، لكن بيكون واضح ان جون مش طايقها، وبيتصل على برنامج الراديو مرة تانية وبيسألهم يعمل ايه علشان يبعد جريس عن باباه. وبتكون انا متابعة البرنامج وبتتصدم ان سام ارتبط، وبيوري جون لصاحبته جيسيكا جواب انا، وبتعجب جيسيكا هي كمان بالجواب وبطريقة أنا، وبتقرر إنها تساعد جون في خطته علشان يخلوا سام يتقابل مع أنا. فبتقرر أنا إنها تسافر لسياتل وتقابل سام، وبتفهم والتر إنها مسافرة تبع الشغل بتاعها، وبتكون أنا زعلانة إنها كدبت على والتر وحاسة بالذنب. وبتوصل أنا على المطار، وبيكون سام في نفس الوقت بيودع جريس في المطار لأنها بتكون مسافرة تبع شغلها. وبيشوف سام أنا وبتلفت انتباهه، وبتشوف أنا سام هي كمان، لكن مش بتبقى عارفة إن هو ده سام اللي هي مسافرة علشانه. وبتوصل أنا على بيت سام لكن مش بيكون موجود، وبتعرف إنه في المرسى عند الشط. وبيبقى سام بيستقبل أخته من السفر وبيحضنها، وبتشوفه أنا وبتتصدم لأنها بتفكرها حبيبته مش أخته.
وبتفضل أنا مصدومة لغاية ما بيكون في عربية هتخبطها، فبتزمر لها بصوت عالي، ووقتها بينتبه سام لوجودها، وبيعرف إنها نفس البنت اللي شافها في المطار، وبيروح وراها علشان يكلمها، لكنها بتمشي وبتسيبه قبل ما يتكلموا، وبترجع على بالتايمور وبتفضل تتكلم مع صاحبتها وبتقولها إنها ندمانة وحاسة إنها خاينة وغبية لإنها كدبت على والتر علشان خاطر شخص منافق مش مخلص لمراته زي ما كان راسم نفسه. وفي الأثناء دي بتوصل رسالة من سام لأنها وبتعرف صاحبتها إنها بعتت الجواب اللي هي مرضتش تبعته قبل كده بدون ما تعرف، وبيكون سام كاتب إنه هيستناها في نيويورك في عيد الحب زي ما اتفقوا، وبتتضايق أنا من رسالة سام لأنها مش واضحة. وبنرجع لجون وهو مع صديقته جيسيكا، وبنفهم إنه هو اللي بعت الجواب لأنا، وبيبقى عايز يسافر لنيويورك في عيد الحب علشان يخلي بابا يقابل أنا. فبتقرر جيسيكا إنها تساعده، وده لأن باباها بيشتغل في حجز تذاكر السفر. وبيجي اليوم الفالنتاين وبيحاول جون مع باباه إنه يروح ويقابل أنا، لكن سام بيرفض لأنه بيحب جريس وتعود عليها، وإنه ما يضمنش تكون أنا دي واحدة مجنونة أو على الأقل ممكن ما يحبوش بعض. فبيقول له جون إنه مش بيحب جريس ومش هيقبل إنها تكون مامته، فبيتعصب منه سام وبيقول له يروح لأوضته لأنه رايح دلوقتي يقابل جريس. لكن بعدها بيكتشف سام إن جون ابنه مش موجود في البيت، وبيروح لصاحبة جون جيسيكا واللي بتعترف له إن جون خلاص ركب طيارة الساعة 7:30 وفي طريقه دلوقتي لنيويورك. وبيترعب سام على ابنه خصوصا وإن الساعة كانت خلاص عدت 7:30، وبيضطر سام إنه يحجز الطيارة اللي بعدها. وبنروح لجون واللي بيكون وصل لسطح فندق شاين، وبيبدأ يسأل كل الموجودين لو حد فيهم أنا، لكن مش بيلاقيها في وسطهم. وفي الوقت ده بيبقى والتر بيطلب من أنا الجواز، وبيقدم لها خاتم الخطوبة لكنها بتعتذر له، وبتأكد له إنها مش بتحبه وإنها بتحب شخص تاني، وبتسيبه وبتروح لفندق شاين. وبيكون سام وصل لابنه وبيعتذر له إنه مسمعهوش ولا قدر مشاعره، وبيقول له إنه خلاص مش هيتجوز جريس لو هو مش حاببها. وبيكون الوقت اتأخر وأنا موصلتش، فبيطلع العمال وبينزلوا كل الموجودين على السطح لأنهم خلاص هيقفلوا ويروحوا. وفي الأثناء دي بتوصل أنا، لكن موظف الأمن بيرفض إنه يطلعها، وده لأن خلاص الوقت اتأخر وهم أصلا بينزلوا الزوار من فوق. فبتترجى أنا إنها تطلع للسطح ولو دقيقة واحدة لأن في شخص مستنيها فوق، وإنها هتفضل ندمانة طول عمرها لو ما طلعتش دلوقتي وشافته. فبتصعب على الموظف وبيطلع معاها للسطح، لكن في الوقت ده بيكون سام نزل في الأسانسير اللي جنبها، ولما بتطلع أنا للسطح مش بتلاقي حد، فبيقول لها الموظف إنها لازم تنزل دلوقتي، وبتترجى أنا إنه يسيبها في السطح شوية صغيرين بس وهتنزل على طول. وبتلاقي أنا على السطح شنطة لطفل صغير، فبتقرر إنها تاخدها وتوصلها لموظف الأمانات، لكن قبل ما تتحرك بيوصل سام مع جون مرة تانية للسطح، وبيقول لها جون إن الشنطة دي تبقى بتاعته، وبيسألها إذا كانت هي أنا، وبتضحك وبتقوله إن فعلا هي أنا. وبيتصدم سام إن أنا هي نفس البنت اللي شافها مرتين قبل كده، مرة في المطار ومرة في مرسى السفن، وانجذب ليها بدون ما يتكلموا. ووقتها بيعزم سام أنا على العشاء، وبتوافق أنا وبتروح معاهم وهي مبسوطة، وبينتهي الفيلم.